من الاخر لو ما عملتش كده هتفضل طول عمرك واقف مكانك، كل اللي حواليك هيسبقوك وانت ثابت. لكن لو عندك الجرأة تعمل الحاجة دي ممكن تغير حياتك كلها. مش سهلة ومش كل الناس عندها الشجاعة انها تعملها. اهلا بيك حضرة القارئ في حكاية كتاب، حيث تنمو الافكار وتبدأ الحكايات. ولان كل كتاب ليه فكرة وكل فكرة ليها حكاية، عملت لك حكاية كتاب. لو انت من محبي القراءة وتطوير الذات، اهلا بيك حضرة القارئ في بيتك. معاك اخوك يوسف شعبان، يلا بينا نبدأ. 13 يناير 2016 في استوديو برنامج فاميلي فيود في ولاية كاليفورنيا، بيقف ستيف هارفي واحد من أشهر مقدمي البرامج في العالم. وقف ستيف هارفي قدام جمهور البرنامج، قال لهم كلمتين نزلوا عليهم زي الصاعقة. الراجل اتكلم بمنتهى التلقائية، وبالمناسبة من غير ما يكون محضر أي كلام من اللي قاله. بيقول تخيل إنك واقف على حافة الحياة وشايف كل اللي حواليك بيرتقوا، وبتشوف مثلا حد معين في حياتك كل سنة بيغير عربية، بيشتري بيت جديد، بيسافر، بيروح، بيجي، وتسأل نفسك هو انا ازاي اقدر اعمل كده؟ طب ازاي هو بيقدر يعمل كده؟ الاجابه يا حضره القارئ في كلمه واحده بس: اقفز. خليني اقول لك حاجه عملها كل الناجحين في الحياه، كل شخص فيهم قام بالقفزه بتاعته وراح على الناحيه التانيه من الحياه. لو انت كل يوم بتصحى وبتفكر جواك انك لسه ما وصلتش للجزء ملحمي من حياتك، لسه حاسس ان عندك اكتر وان لسه مستنيك كتير قدام، فانت مليون في المية صح. ستيف بيقول ربنا خلق كل واحد فينا عنده موهبه، مفيش واحد على وجه الارض مش موهوب. ولما اقول لك موهوب ما تحصرش تفكيرك في الغنى والجري والكوره، لا طبعا الموهبه ممكن تكون في اي حاجه حرفيا. ممكن تكون متحدث موهوب، ممكن تكون مبدع في الرسم، ممكن تكون احسن واحد بيعمل فرايد تشيكن في منطقتك، ممكن تكون فنان في قص الشعر، ممكن تكون فنان في قص العشب. حضرة القارئ ممكن تكون فنان في قص العشب. ما تستغربش قوي، وخليني اقول لك الحكايه دي يمكن تغير شويه من وجهه نظرك. ستيف بيقول انا كان عندي واحد صاحبي، كنا دايما لما نحب نطلع بالليل انا واصحابي كان دايما بيعتذر عن الخروجات بتاعتنا ويقول انا اسف انا مضطر اروح عشان انام بدري واصحى اقص عشب السيده جونسون. كنا بصراحه دايما بنتريق عليه بسبب التزامه الغريب في قص العشب ده. والنهارده في اليوم اللي انا بكلمكم فيه، اللي هو طبعا 2016 ايام ما كان ستيف واقف مع الجمهور بتاعه، هو عنده شركه لتنسيق الحدائق في كليفلاند تبلغ قيمتها 4 مليون دولار. كل اللي بيعمله حرفيا الراجل ده هو قص العشب، لكنه موهوب فيه. ستيف كمان بيقول انا عندي واحد صاحبي عنده شركه لغسيل العربيات، الشركه دي بتدر عليه سنويا 800 ألف دولار، بتتكون من 6 سيارات بتروح لك لحد بيتك تغسل العربيه. حضرة القارئ خليني اقول لك على لسان ستيف بنفسه ان الموهبه في بعض الاحيان اهم من التعليم. بيقول لك التعليم هيمشي بيك، مفيش كلام في ده، ولكنه برضه مش هيمشي بيك او هياخدك بعيد الحته اللي موهبتك ممكن توديك ليها. لو انت ما استخدمتش موهبتك ورميتها غالبا هتلاقي نفسك عايش حياه روتينيه وكل املك انك تجمع فلوس تسد بيها فواتيرك. انت خلاص نويت اهو انك تقفز، وبالفعل هتقفز دلوقتي. قفزت، عارف ايه اللي هيحصل؟ المظله مش هتفتح، بجد مش هتفتح. يعني ستيف بيقول انا كان نفسي اقول لك كلام عكس كده، ولكن هي مش هتفتح. انت هتقعد تخبط في الصخور وانت نازل، جلدك هيتعور، لبسك هيتقطع، هتعدي بكل ده لحد ما المظله تبدا تفتح. عمرها ما هتفتح معاك على طول، واوعى تكون فاكر انك لما تنط خلاص انت كده وصلت. والقفز في حد ذاته معناه انك تاخد الريسك. ما تستناش الظروف لما تتحسن، ما تستناش لما تاخد علاوه، ما تستناش لما مشاكلك تتحل، والاهم من كل ده ما تستناش انك تبقى جاهز، لان عمر ما حد من اللي بدأوا كان جاهز. لسه قدام طبعا هتعرف ان ستيف هارفي بقى واحد من اشهر مقدمي البرامج في العالم واشهر فنانين الكوميديا بثروه تقدر باكتر من 200 مليون دولار من موهبته، واللي هي ببساطه شديده اضحاك الناس. حياتك الحلوة اللي بتحلم بيها مستنياك موجودة على الجانب الآخر، مستنياك مش يا روحي بشوق بقى، لا مستنياك انك تقفز ليها. ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الفصل اللي جاي. أفضل الدروس هي التي يدفع المرء ثمنها. ستيف حضرة القارئ كان أول واحد في عيلته يخش الجامعة. لما قال لوالدته إن هو عايز يلتحق بجامعة كنت مع أصحابه، والدته قالت له جملة واحدة بس: ستغدو عظيما يا عزيزي. دعم والد ستيف ليه كان بيمثل له كل حاجة في حياته، ومروح الجامعة بالنسبة له كان تجربة مثيرة جدا. طبعا دلوقتي انت فاكر ان خلاص ستيف الدنيا ضحكاله ودخل الجامعة والدنيا بقت في اللذيذ منه. في يوم ستيف كان رايح زيارة لعيلته والدنيا كانت جميلة، وكان قاعد مع اسرته كلها، ووالدته كانت في المطبخ ندهت عليه قالت له ستيف عاوزاك. خير يا امي عايزة ايه؟ عاوزاك. دخلها ستيف في المطبخ وقال لها خير يا امي ايه اللي حصل؟ قالت له اقرأ الجواب ده. الجواب ببساطة كان مبعوث من الجامعة بتاعته، مكتوب فيها العميد مبسوط منك وبيقول لك ما تجيش تاني. حضرة القارئ ستيف اترفد من الجامعة. قال لك ساعتها انا كنت مبلم مش فاهم حاجة، ووالدتي قاعدة جنبي عمالة بتعيط. المعلم ستيف ده بقى
كان لما بيحضر في الجامعه كان درجاته بتبقى وحشه، فقال لك خلاص بقى انا بحضر درجاتي بتبقى وحشه، خلاص انا مش هحضر عشان درجاتي تبقى حلوه. ما حضرش، ما خدش درجات اصلا واترفد. منطقي جدا يعني. عايز اقول لك العقليه دي مليونير النهارده، فما تقلقش انت فيك امل يعني. ستيفي حضرة القارئ مش بيقول لك القصه دي عشان يبين لك مدى غبائه، بالعكس هو بيقولها لك عشان يبين لك ان الحياه دي مش عادله، وان مهما كنت فاكر ان الدنيا جميله ممكن يحصل اي حاجه تقلبها كلها راسا على عقب. المهم ان ستيف بعد ما ساب الجامعه حاول بشتى الطرق انه ما يستسلمش للامر الواقع، وفعلا ستيف اشتغل في شركه فورد لتصنيع السيارات، وكان بياخد في ساعه الشغل $27، وبالمناسبه كان مبلغ كويس جدا وقتها. بل وكمان ان شركه فورد اديته عربيه، فاللي هو يعني شكلها كده هتلعب معاه. ستيف كان مبسوط جدا ان هو قدر بشكل او باخر ان هو يساعد مع اهله في تسديد الفواتير. بل وكمان ستيف كان بيزور صحابه في الجامعه اللي كانوا معاه، كان بيجيب لهم كتب، بيعزمهم على اكل، يروق عليهم، حد فيهم محتاج حاجه بيكون موجود. وده نوعا ما كان بيشفي غليل ستيف من فكره ان هو ساب تعليمه وان صحابه كلهم بيتعلموا. ستيف كان بيقول انا كان بيمر عليا اوقات كتيره جدا كنت ابقى متضايق من نفسي لان صحابي خلاص مستقبلهم ابتدى يتحدد وكل واحد عارف طريقه، وانا لسه بخبط. صحابي بيتعلموا وبيدرسوا وانا خرجت من التعليم. وبالفعل مع مرور الوقت صحاب ستيف بدأوا يتخرجوا من الجامعة ومستقبلهم متحدد وخلاص. بل وازيدك كمان من الشعر بيتي حضرة القارئ ان شركة فورد بدأت تسرح العمال بتوعها، طبعا كان من اول الراحلين طيب الذكر حبيبك ستيف بيقول انا ساعتها ما حسيتش ان انا قفزت، انا حد زقني من فوق، انا كنت بقع. لما المصنع اتقفل انا حسيت اني اتدمرت، وكان اسهل حاجه اقدر اعملها ساعتها اني اكون سلبي، بس انا قاوحت وبرضه اخترت اني اقفز. حتى بص خلاص حضرتك القارئ انا اسف، انا هشتغل اي حاجه تيجي قدامي، انا مش هعطل. اشتغلت في بيع منظفات، اشتغلت في توزيع الالماس، حد قال لي ان انت ممكن تشتغل وتوزع، اشتغلت في بيع الاطعمه، اشتغلت في بيع المواد الغذائيه، ما سبتش حاجه قدامي الا واشتغلت فيها. ستيف قال بالنص في الكتاب لقد قفزت مرارا وتكرارا وكان الامر اشبه بالقفز الى الهاويه. ستيف ما كانش عارف هو بيقفز على فين ولكنه كان بيقفز. ستيف في الكتاب كان بيحكي قصه بيقول انها اثرت فيه جدا. بيقول ان في يوم من الايام شاب كان رايح يزور جدته في المستشفى، وجدته كانت بتلفظ انفاسها الاخيره، وفضل الشاب ده قاعد معاها ولحد الزياره ما انتهت وخرج. جدته قالت له هو ماشي يا فلان يا ابن فلانه انت تعرف اسم ابو جدك ايه؟ الشاب استغرب وقال لها الحقيقه لا. قالت له طب عارف انت ليه مش عارف اسم جدك؟ قال لها برضو لا، عشان جدك ما سابش حاجه قبل ما يموت، ما عملش حاجه الناس تفضل تفتكره بيها بعد عمر طويل. عشان كده يا ابن بنتي بقول لك لازم تتعب في حياتك، لازم تعمل حاجه اولاد احفادك يفتكروك بيها بعد ما تموت. ستيف قال القصه دي اثرت فيا فعلا وادتني هدف جديد ليا في حياتي، انا عايز احفاد 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 احفادي يفتكروا اسمي. وده حضرة القارئ بياخدني لقول الشاعر احمد شوقي دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثان. المهم ستيف قال خلاص انا عارف ان انا اقدر اعمل تاني، وطول ما انا كل يوم الصبح بصحى ولسه فيا النفس انا عارف ان لسه في فرق. وقال جملة غاية في الجمال: كن على استعداد للقفز حتى عندما لا تعرف اين ستهبط عندها فقط ستتعلم الطيران. هو يعني الكولونيل ساندرز لما عمل كنتاكي كان عارف انها تبقى اشهر سلسله مطاعم فرايد تشيكن في العالم؟ اكيد لا طبعا. وهو عمل كنتاكي دي امتى اصلا؟ هو عنده 62 سنه. لا توجد خطوط مستقيمه في الطبيعه، ده عنوان الفصل الجديد، وبنكمل في حكايه ستيف هارفي في تحقيق حلمه والظهور على التلفزيون. وفعلا ستيف ما كدبش خبر واستقال من وظيفه شركه التامين اللي كان فيها، وطبع حوالي 200 كارت كتب عليهم فنان كوميدي. ستيف بيقول هنا كانت القفزة الحقيقية اللي خدتها في حياتي، اخدت عربيتي القديمة اللي كنت واخدها من شركة فورد وانطلقت في طريقي، وانا كل اللي انا اعرفه اني انا بعرف اضحك الناس. وما كنتش سمعت قبل كده عن حاجة اسمها نادي الكوميديا، ولكن ده ما منعنيش اني اقدم اول عرض كوميدي ليا وانا عندي 27 سنة، وفضلت اتنقل من مدينة لمدينة واقدم عروض مختلفة في كل مكان. شهر كنت اخد $175، شهر كنت اخد $75، وفي شهور كنت باخد اقل من $50. كنت ببعت مع اسرتي دايما الفلوس اللي بتجيلي، وفي النهايه بعد سنه شغل كفنان كوميدي حصلت على اقل من $4000، وده بالنسبه لي كان سيء جدا. بل وكمان ان علاقتي باسرتي بدات تنهار. حزين لاني مش قادر اكفي احتياجات اسرتي، انا مش قادر اكفي احتياجاتي الشخصيه. كل واحد فينا جواه القفزه اللي مستنيه اللي هو يقفزها، وكلنا بنحاول ان احنا ندور عليها. بس طلبي ليك ارجوك ارجوك دور عليها.
هي عمرها ما هتجيلك، ما استناش انها تجيلك. ستيف ما استناش انها تجيله. ستيف بالمناسبه وسط كل الحاجات اللي بحكيها لك دي، ستيف كمل. ستيف بيقول ان واحد حكيم اسمه تيدي جاكس كان بيقول لي ان المستوى التاني في الحياه اللي انت شايفها وعايز توصل لها، بينك وبينها لوح زجاجي. اللوح الزجاجي ده مخليك قادر تشوف الحياة دي وقادر تتخيل نفسك وانت بتعمل كل حاجة نفسك فيها، ولكن عشان تقدر توصل للحياة دي محتاج انك تكسر اللوح الازاز، وعشان تكسر اللوح الازاز هتتجرح وهتتعور وهتفقد دم كتير جدا. وخلي في بالك ان الدم الكتير اللي انت تفقده ده هو حاجة انت بتحبها قوي، لازم هتضحي بيها في سبيل تحقيق حلمك والوصول للحياة اللي نفسك فيها. ستيف حضرة القارئ فضل 7 سنين كاملين مشرد وعايش في عربيته، حرفيا ما كانش له مأوى يعيش فيه غير العربية، ولكنه كان بيقول انا لفيت البلاد كلها بعربيتي دي، وطول ما انا ماشي في الطبيعة الجميلة لاحظت ان الطبيعة الجميلة دي مش مستقيمة، كلها منحنيات وتعرجات وجبال وسهول وديان وانهار. ولكن اللي لفت نظر ستيف ان كل التعرجات والمنحنيات اللي في الطبيعة دي هي بشكل ما هي اللي مدية للطبيعة دي جمالها. ولو جينا نعكس الموضوع ده على حياتنا الشخصية هنلاقيه في كل حتة. حياتنا دي لو مستقيمة وسالكة والدنيا ماشية مش هتبقى حياة. هي الحياة ايه غير ان انت تعافر معاها وتعافر معاك ويبقى عندك خبرات تحكيها للناس قدام وتحاول وتروح وتيجي، ما هي دي الدنيا. ألبرت أينشتاين حضرة القارئ كان بيقول ان الخيال هو كل شيء، ناهيك طبعا عن ان الخيال اللي بيتكلم عنه ألبرت أينشتاين في الفيزياء والنظرية النسبية، ستيف كان بيتكلم عن بيت أحلامه والحياة اللي كان عايز يعيشها. على لسان ستيف انا تخيلت كل العروض اللي كنت بقدمها قبل ما اقدمها، تخيلت اني بطلع على المسرح وبقول النكت للناس والناس بتضحك والصالة كلها بتسقف لي. الاخين رايت اتخيلوا ان هم بيطيروا وحققوا خيالهم ده على ارض الواقع وطاروا، هم احسن منك في ايه؟ الخيال هيساعدك كتير جدا في رحلتك حضرة القارئ. ستيف بيقول انه كان بيساعدني لما ما كنتش معايا فلوس احط بنزين في عربيتي اللي هي كانت حرفيا بيتي، او حتى اجيب اكل اتعشى بيه. لما كانوا الرعاة بيحجزوا لي فندق يوم العرض اللي هقدم فيه في نادي الكوميديا كنت بقول يا سلام معايا اوضه فيها حمام بتاعي طول اليوم. يا جدع ده انا كنت بستحمى 4 مرات في اليوم عشان اختبر الاحساس الجميل ده. المهم فضلت مستمر من العروض واتنطط من عرض لعرض، ما سبتش حفله واحده مهما كانت فلوسها. وفي يوم من الايام وانا في عربيتي عرفت مصادفه ان برنامج ذا تونايت شو اللي بيقدمه جوني كارسون هيختار واحد ما بين 2000 فنان كوميدي عشان يطلعوا معاه في البرنامج، وده بالنسبه لينا احنا كفنانين كوميديا نقله ضخمه جدا في مسيرتنا. طبعا 2000 واحد ده كتير جدا، ولكن انا كنت عمال بتخيل ازاي هطلع على المسرح وازاي بتخيل جوني كارسون قدامي عمال بيضحك على الافيهات بتاعتي. والحمد لله ان انا اصلا ما روحتش لان انا ساعتها كنت غايه في السوق، وكويس ان هو ما شافش الفيديوهات بتاعتي. فضلت برضو مكمل في رحلتي، ولكن بجد حسيت ان الرحله بقت صعبه قوي، مفيش اي اشاره لاي امل من بعيد. انا من كتر ما كنت بلف بعربيتي ساعات ما كنتش بعرف انا في مدينه ايه او ولايه ايه، وما كانش معايا حتى فلوس اشتري جورنال اعرف منه انا فين. دخلي شعور باليأس وقلت خلاص انا هكلم والدي استأذنه لو ينفع اعيش عندهم في العلية في البيت لحد ما ادبر اموري واشوف ليا سكن، وخلاص خلصت على كده. وفعلا اتصلت بجهاز الرد على المكالمات اللي عند ابويا، وقبل ما اكلمه عرفت ان في رسالة مبعوتالي. فتحت الرسالة دي وكان نصها كالتالي: ستيف عامل ايه؟ معاك اخوك تشاك سوتون من برنامج شو تايم ات ذا ابولو، شفت الفيديو بتاعك وضحكني بطريقة هستيرية. بص انا عندي ليك سبوبة حلوة، انا عندي عرض افتتاحي للبرنامج يوم الاحد وعايزينك تبقى معانا في العرض. يا نهار ابيض، هزر على التلفزيون. انا كل اللي كان معايا ساعتها كان حوالي 35 دولار، ما كانوش يكفوا ان انا حتى اشتري تيكت واسافر بيها نيويورك، والتلفزيون مش بيدي فلوس في ساعتها زي نوادي الكوميديا دي بتجيلك بالبريد بعدها. انا مش مصدق ان بيني وبين حلمي خطوه بس انا مش عارف اخدها. قعدت ادور واقول طب اكلم والدي اخد منه فلوس، طب انا كده كده عندي 35 دولار ممكن اشتري بنزين يكفيني رحله لحد البيت. لقيت ان عندي رساله تانية وسمعتها وكان نصها كالتالي: ستيف انا توم سوبل من مسرح كوميدي كارافان، لو انت قريب من فلوريدا يوم الجمعه انا ممكن اظبط لك عرض ب 150 دولار. قمت بسرعه كلمته ما انا بنته: انا انتم معاك ستيف. ايه يا ستيف هتعرف تيجي البرنامج؟ يا راجل بالظبط انت بعيد عني 3 ساعات، هجيلك فورا. ورحت وبالفعل قدمت عرض والناس كانت ميته من الضحك في الصاله لدرجه ان صاحب العرض قال لي انا كنت مظبط مع واحد تاني معرفش يجي وانت جيت مكانه، ممكن اجيبك مكانه تاني وهديك 250 دولار، واللي هي كانت هتكون يوم السبت وكده كده لسه ميعاده لحد. قال له يا باشا اوامر. وسبت كل حاجه ورايا، ويوم السبت بالليل حجزت طياره لنيويورك ووصلت الساعه 11 الصبح
وكان لسه العرض هيبدا بالليل. ما كانش عندي حته اروحها، فللاسف اضطريت ان انا اروح البرنامج ورن جرس البوابه الاماميه لحد ما جالي تقريبا حد من الامن او حد عامل نظافه. قال لي نعم عايز ايه؟ قلت له انا ستيف هارفي، انا من ضمن ستاف الكوميديا اللي هيقدم في برنامج الليلادي. قال له تمام بس البرنامج لسه هيبدا بالليل. طبعا الراجل لاحظ عليا ان انا كل اللي بملكه في حياتي كان في ايدي حرفيا، ما كانش ينفع اسيب اللبس وحاجتي في عربيتي اللي سبتها في فلوريدا عشان لو اي حرامي جه سرق عربيتي انا ابقى ماشي في الشارع من غير هدوم. الراجل قال له ما ينفعش تدخل دلوقتي، المكان مش هيفتح قبل الساعه 5. ستيف قال له انا ما عنديش اي حته اروحها وانا هطلع ومش هعمل اي مشاكل لحد الميعاد ما يجي. وبالفعل ستيف خد الشنط وفضل شايلها على ظهره لحد ما طلع الدور السادس واللي هو دور الكوميديين، وفضل قاعد مستني لحد الساعة ما جت 5 وبدأ الفنانين يهلوا عليه. جه فعلا ناس وفنانين زي جيمي فوكس ودوين جونسون، والناس دي عرضت القارئ خلي بالك ما كانتش بالشهرة اللي انت عارفها بيهم النهارده. ساعتها طلع جيمي وقدم العرض بتاعه والناس ساعتها كانت بتثور عليه، وحاول ان هو وسط الناس يقول اغنية يكسر بيها الجو، ولكن فيما بعد برضه رجع يكمل نكت ورجعت الناس تستاء وتثور عليه. ستيف قال له مالك متضايق ليه؟ قال له والله يا ستيف بصراحة جمهور البرنامج ده صعب جدا والواحد مش عارف يرضيهم ازاي. طبعا ستيف دب الرعب جوه قلبه لما سمع الكلام ده ان واحد زي جيمي فوكس حصل فيه كده، ولكن ستيف قال لك انا برضو خدت القفزه ودخلت بكل شجاعه وقلت وخليني اقول لك ان اليوم ده كان من اجمل الايام اللي عدت عليا في حياتي. الناس كلها كانت مبسوطه بيا وبالعرض وكله فضل يضحك ويسقف لي. يا اخي يا حضره القارئ يا سلام على الحفاوه والجمال وتحقيق الاحلام. تحقيق الاحلام فعلا من اجمل الحاجات اللي ممكن تحصل للمرء في حياته. واللي حصل مع جيمي ده اكد لستيف ان فعلا كل بني ادم ليه طريق مرصوف مخصص ليه هو في الحياه. الطريق ده ما ينفعش يمشي عليه حد تاني، كل مهمتك انك تدور على الطريق ده لحد ما توصل له وتمشي عليه. النجاح مش سهل، بل انه واحد من اصعب الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، لكنه مش اصعب من انك تكون واقف في مكانك طول عمرك عارف قدراتك ومؤمن بيها، لكن خايف انك تاخد المبادرة وخايف انك تقوم بالقفزة. لكن خليك مؤمن ان القفزة دي هي اللي تغير لك حياتك كلها. مفيش حاجة سهلة ومفيش حاجة جميلة، الطريق ليها جميل. طبعا لو انت فاكر ان خلاص ستيف الحياة بقت تمام ومية مية واخيرا حقق حلمه، تبقى للأسف حضرة القارئ مصمم انك تكون مغفل برضه. متزعلش مني حضرة القارئ، انت مش مغفل لكنك متسرع ولا زلت بتحكم على الكتاب من غلافه. اللي حصل لستيف حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، ولكن اسيب لك اللي حصل ده الفيديو جديد وحكاية جديدة. طبعا مش محتاج اقول لك تابع قناة حكاية كتاب على يوتيوب، اشترك في القناة، فعل زرار الجرس، وشير الفيديو ده مع الناس اللي انت مهتم لامرهم وشايف انهم زيك زيهم محتاجين القفزه. وعايزك تكتب لي رايك في الكومنتات في قصه ستيف وايه هي من وجهه نظرك القفزه اللي ممكن تغير لك حياتك كلها. كان معاك اخوك يوسف شعبان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.